أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المؤصدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خير. الله يبارك فيك إن شاء الله. والقرآن عزيز وغالب، يحتاج أول قضية الإخلاص، أن الإنسان يخلص الله عز وجل في حفظ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة فذكر منهم قارئ القرآن الذي لم يرد بحفظه لكتاب الله وجه الله سبحانه وتعالى. فقيل له ماذا فعلت؟ فقال قرأت القرآن وقرأته فيك آناء الليل وأطراف النهار. قال كذبت، إنما قرأت القرآن لكي يقال قارئ وقد قيل، ثم نسأل الله العفو والعافية يسحب على وجه في نار جهنم. فالإنسان يسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص، فإذا أخلص الإنسان في القرآن فإنه يكون مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وصاحب القرآن يعطيه الله تبارك وتعالى من المنزل العظيمة في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة يأتي بتاج الوقار فيضعه على والديه، وأعظم تكريم أمام الملأ أن يأتي بهذا التاج ويضع على والديه أمام الناس، فهذا من البر للوالد. ويحتاج صاحب القرآن أن يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، وبصيامه إذا الناس يفطرون، وبإخلاصه كذلك. وينبغي لصاحب القرآن أن يتعاهد القرآن في المراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فمراجعة القرآن أصعب وأشد من الحفظ نفسه. كذلك قيام الليل مما يثبت على القرآن ويثبت على الحفظ. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وييسر أمرك، ويجعل هذا القرآن حافظا لك في دينك ودنياك، وأن يبارك في مشايخنا أجمعين، وأن يحفظهم ويبارك فيهم وينفع بهم الإسلام والمسلمين. وهذه يعني من أولى الثمرات إن شاء الله التي نراها، وإن شاء الله تعقبها ثمرات أخرى بإذن الله عز وجل. اسمك؟ سلمان إيش؟ سلمان عماد. سلمان عماد، بارك الله فيك يا شيخ سلمان. ربنا يبارك عندك بس الله يجزاك خير. في كلمة حقيقة يعني بعد إذن شيخنا تفضل.
يعني أنا يعني فمي يبحث عن فمي، والمفردات حجارة وتراب. لا أكاد أوصف لكم مدى السعادة والشعور التي أجدها في نفسي، سعادة لم أجدها من قبل. كذلك السعادة التي أراها على وجوه الجميع، يعني أرى سعادة على هذه الوجوه الطيبة لأننا في مجلس القرآن، وما أجمل أن نختم القرآن ولله الحمد. يعني ختم القرآن ده شيء عظيم جدا. الإنسان منا يحفظ القرآن ده يرجع إلى عدة عوامل. أولها الطالب المجتهد، ثانيها الأسرة التي وراء الطالب، لأن الأسرة لها عامل أساسي في هذا. بالإضافة أن نحن نتقدم بالشكر الجزيل للمركز بداية من فضيلة شيخنا الدكتور الذي لم يألو جهدا في دعمنا، كذلك شيخنا الدؤوب المجتهد الشيخ أبو عراق سلطان الجنيدي، كذلك المشرفين ومشايخنا الكرام. صراحة هيئوا لنا جوا إيمانيا وجوا ترفيهيا، يعني يجمع بين الحفظ وبين الترفيه، فتعبوا من أجلنا. وهذا يعني هذه ثمرة جهدهم جميعهم، ليست جهد الطالب أو الشيخ أو الأسرة، ولكن جهد الجميع. حينما يتكاتف الجميع فيخرج لنا ثمرة طيبة. الله أسأل أن يعني يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا وفي ميزان مشايخنا الكرام. جزاك الله خير. الله يجزاك خير، بارك فيك، ما قصرت، بيض الله وجهكم إن شاء الله.